في خناقه شغل من الحاجات اللي احنا نفسنا نعملها ان احنا نصحح مفاهيم يمكن نكون بنقولها كتير في مكان مش صح. وجود الانترنت ووجود التيرمز الكتيره بيخلينا نستخدم تيرمز بطريقه خاطئه. والنهارده هنتكلم على مفهوم الانتروفيرجن. دايما بيقولوا ان الشخص الانتروفيرت هو شخص انطوائي او شخص مش اجتماعي، فهل دي حاجه صح ولا لا؟ الحقيقه انه في السايكولوجي الانتروفيرجن ملوش دعوه اذا كان الشخص ده اجتماعي ولا لا، لكن الفكره التعامل في الشغل مع الشخص الانتروفيرتد او الشخص الاكستروفيرتد بيبقى مختلف. فاحنا النهارده هنتكلم في الموضوع ده، ومعانا شخص اجتماعي جدا ولكنه انتروفيرتد جدا. فممكن تعرفنا بنفسك استاذ محمد؟ انا اسمي محمد سراج، استراتيجي ماركتنج كونسلتنت، ده كشغل يعني. كشخصيه بقى زي ما انت بتقولي كده، هو انا انتروفيرتد جدا، ودي المشكله بقى ان الناس مش عارفه، يعني فاكرين ان البني ادم انتروفيرت مش يعني ممكن يبقى لازم يكون مش اجتماعي، وده مش لازم. عشان كده في ناس كتير قوي بيحصل لي فيها مشاكل كتير قوي. الناس بتبقى فاكره ان انا كاجتماعي، هو بيبقوا متوقعين منك بيهيفير معين ان انت كاجتماعي ممكن يكلموك التليفون في اي وقت بقى، وممكن تنزل وتخرج وتتفسح ويلا بينا وننزل وفاكرين بقى عشان انت اجتماعي. لما بيقابلوك وبتقعد معاهم بيلاقوك لذيذ وبتتكلم وبتضحك انت كانتروفيرت انت ما ينفعش تقعد طول حياتك في اوضه مقفوله. فانت النقطه ان انت لازم بتروح وتقعد مع ناس وبتتكلم معاهم وتضحك معاهم وكده، بس ده بياخد منك طاقه كبيره. فبالتالي خلاص بعد ما خلصت مثلا انت في الشغل وكنت قاعد مع الناس وبتهزر وبتضحك، اما بترجع البيت بتبقى خلاص طاقتك خلصت خالص، راحت. فبالتالي ودي نقطه مهمه جدا بالنسبه لاي حد في الدنيا انتروفيرت. التليفون بيخوف، يعني انا ما بقدرش اقول على التليفون. فالناس بتبقى مثلا بتكلم في التليفون، الله هو ليه الشخص اللي كان بيضحك معانا وبيهزر معانا وبيتكلم معانا خلاص بيقطع خالص كده بقى، لا بيرد على التليفون ولا بيكلمنا ولا عايز ينزل معانا ولا الكلام ده. فبيبقوا فاكرين ان انت مثلا بوشين قفشت فجأة في حاجه حصلت. فده اللي بيخلي الناس بتبقى متوقعه منك ردود افعال معينه كبني ادم بتحب الناس واجتماعي، ومش فاهمين ان ممكن تبقى انت اجتماعي بس انت انتروفيرت. فبالتالي الشكل اللي هم متوقعينه من الراجل الاجتماعي ده ممكن ما يظهرش فيك بقى في بقيه الاحداث وبقيه المعاملات. انا متوقع منك حاجه او بشوفك شخصيه معينه وبتوقع منك كمالة الشخصيه دي. ده اللي بتبقى المشكله اللي عند الانتروفيرت. اوكي ماشي. فاحنا هنقول انه انت شخص اجتماعي ولكن البطاريه بتاعتك بتخلص بسرعه. فانا فانا هبقى موجود يا جماعه وهتكلم وهخرج، بس مش هقدر اعمل ده لوقت طويل. حاجه من الحاجات اللي بتفرق فيها الشخص الانتروفيرتد عن الشخص الاكستروفيرتد ان الشخص الانتروفيرتد بيشحن الطاقه بتاعته من جوه، عشان كده هو اسمه انتروفيرتد. هو سيبوني يا جماعه لوحدي خالص علشان ايه؟ افصل واشحن البطاريه واجي لكم تاني. البيهيفير بقى ده لما انت بتعمله اللي هو طبعا هو انت ناتشرلي بتقوم منسحب من المشهد وبتقوم راجع تاني بعد حبه اللي هو صباح الخير يا جماعه ازيكم في ايه. اللقطه بقى اللي بتحصل دي الناس بتشوفها ازاي؟ الناس بتشوفها ان انت يعني مش يعني فيك حاجه مش مجنون يعني. اوكي. يعني بنبقى قاعدين مع بعض، احنا ممكن نبقى قاعدين مع بعض وبنتكلم وبنضحك وبنهزر، وبعدين هي لما بتفضل فجاه فبتلاقيني فجاه واحنا قاعدين بنتكلم مع بعض فجاه سكت فلو مش فاهمين ايه اللي حصل. طب حد قال حاجه ضايقتك ولا انت مالك في ايه؟ او فجاه رحت انا قايم. في الشغل مثلا نبقى قاعدين مع بعض لازم اخش اوضه مقفوله اقعد فيها، او مثلا لو في المكتب انا فاكر كنت مش عارف عندي شركه بيبقى في زاويه كده للصلاه بقوم داخل قاعد فيها مستخبي. لازم تستخبى. بالظبط. هي المعنى الحرف بتاعها انك تستخبى، تقفل على نفسك في حته وتستخبى. فبتبقى القعده عادي جدا وبتتكلموا قاعدين مع بعض، وفجاه تلاقي واحد قام فجاه ولا سكت فجاه ولا مش قادر يكمل كلام، ما بيبقوش فاهمين في ايه يعني. فهم بيعتبروك مش يعني فيك حاجه مش مظبوطه. يعني فعلا من الحاجات اللي بتحصل كتير قوي ان الامهات من والولاد صغيرين لما يلاقوا الطفل بينجوي ان هو يقعد لوحده ويكتشف ويكسبلور، يقعد يقول لك اخرج والعب مع اصحابك، وتشيز طبعا دي حاجه مفهومه ولازم،
بس هو مش هيقدر يعمل كده على طول. فبيبقى دايما الاشخاص الانتروفيرتد من وهم صغيرين دايما عليهم ضغط من المجتمع ان انت لازم تبقى اوت اند اباوت، كل ما نعوزك تكون موجود. الفكره انه لما ناس كتيره لما بتكبر، في بقى الاحصائيات الكتيره اللي حصلت، لقوا انه بارت كبير من السبستنس ابيوز بيحصل علشان اعرف اتعامل مع الناس، او اعرف ان انا ابقى سوشيالي مش مضغوط. فالضغوط المجتمعيه اللي بتتحط على الولاد من وهم صغيرين او على الكبار، هل ده ممكن يتحل بالكوميونيكيشن؟ هل هو ممكن يتحل بانه افهم الناس يا جماعه يعني ايه اللي ممكن نعمله، فابدا اكوميونيكيت ده مع الناس، فما يحصليش الضغط اللي يخليني يا اما ابقى مضغوط، يا اما اعمل حاجه انا مش عايزها، يا اما في some situations، وده بيحصل كتير دلوقتي، انه لا خلاص يقول لك انا عشان اعرف اتعامل مع البني ادمين فانا I need to take any kind of substance or whatever. How can we fix this? بصي انا في رايي الشخصي هو الوعي بالموضوع ده، هو ان هو في ناس كتير قوي ما بتبقاش عارفاه يعني. وانت عاده، وده طبيعي يعني، مش بنتهمش حد بحاجه، بس عاده لو انت مش في المشكله ما بتبقيش حاسه بيها. اوكي، ما بتبقيش حاسه بضخامتها، ما بتبقيش حاسه بحجمها. ف يعني انا عايز اديكي مثال، مثلا ان النهارده لو احنا قاعدين في ميتنج طويل، اوكي، او انا اتكلمت في التليفون فتره طويله، اوكي، بعديها لازم وقت افصل فيه خالص. طب بالنسبه لاي حد، خلاص، مديرك بقى، اي حد عندك في الشركه، هو انت ايه، انت يعني عشان عملت تليفون هتريح؟ يعني بالنسبه له انت بتقول ايه؟ هيبقى رد فعله طبعا، وده طبيعي ان رد فعله يبقى يعني ايه ده، يعني ايه عملت كام ميتنج بطاريتك خلصت، لان هو مش عارف انت ممكن تقعد اضعاف الساعات دي مطبق على الكمبيوتر عادي جدا، ما بتتكلمش مع حد وهتبقى زي الفل. اوكي، انت مشكلتك ان انت اتكلمت مع ناس كتير فبتتعب بسرعه، فدي ما بتتفهمش. فلو في وعي بان في ناس معينه، لو انا مثلا يعني من احلامي مثلا حد يجي فاهم الشركه كل واحد شخصيته ايه، بص يا معلم الراجل ده عنده المشاكل دي، تمام، فهيعمل كده، فتتوقع منه كده. فنبقى فاهمين ان الراجل ده، ان الشخص اللي طاقته بتخلص من الكلام مع الناس، طاقته خلصت، عشان يعني اليوم اللي انا بعمل فيه ميتنجز كتير، اللي هو في ناس زمايلي بيقولوا ده يوم بالنسبه لنا اجازه، انا بالنسبه لي اليوم ده انا بخاف من النار. ده موت، ده هروح بقى ممكن انام يومين بعديه بقى، انا اتكلمت كتير قوي في وسط ناس كتير قوي، رغم ان في وسط الموضوع نفسه ببقى بضحك وبهزر وبتكلم ولذيذ وكل حاجه، بس هم مش عارفين ان انا بعد الميتنج على طول انا ببقى ميت. ولو اتكلمت في التليفون كتير، بقفل التليفون ببقى عايز انام، حرفيا ببقى عايز انام بنام. فانت بتقول الوعي هو اللي هيحل ده. لازم يكون في وعي بقى ان في اشخاص معينه عندهم حاجات معينه لازم يعني الشخص اللي مثلا ADHD ما بيعرفش يركز فتره طويله يا جماعه، فانا لو قعدته فبقى قاعد معاه في ميتنج يعني في نحط ليبلز بقى، ده مكتب ADHD، ده يا جماعه هنا مكتب الانتروفيرتس، هنا مكتب الاكستروفيرتس. احنا عندنا هنا في مصر في بناخد الميتنجز حقن، يعني ممكن تلاقي في ناس بتحب يعني تلاقي ميتنج بتحب الميتنجز قوي، تقعد 3-4 ساعات في ميتنج. لو واحد ADHD هو مش هيقدر يقعد 3-4 ساعات معاك. اوكي، يعني انا اعرف بدون ذكر اسماء يعني المدير، تمام، هو كان بيتغذى على الميتنجز. هو بيجيبك تقعدي من اول يوم لغايه ما يروح، هو قاعدك في ميتنج، فانت بتلحقي خلاص اليوم خلص في الميتنج قاعد معاه. كواحد ADHD انا مش قادر اقعد. اوكي، فانت جسمك كمان عشان انت مش قادره تتحركي، مديرك لازم تقعدي خلاص، فانت جسمك بيضطر ان هو يلجا لمواقع تنفيذ اخرى، فممكن يبقى في الميتنج فجاه تناسب بتنامي، وانت جسمك هيتجنن، ما انت لسه تعملي حاجه، فانت ممكن تلاقي نفسك فجاه بتنامي مش مركزه، مخك بيطير منك. كليرلي من اللي انت بتقوله يا سراج دي كلاسيكيات مشاكل شغل. يعني هو اكيد لما انت تبقى قاعد في ميتنج وفجاه نبقى احنا قاعدين ونلاقيك عملت زي الطياره الهليكوبتر كده، قمت عامل وقمت ماشي، فدي حاجات بتعمل مشاكل
بالذات لو انت بتقول ان الشخص اللي قدامك اكستروفرت، لان الشخص الاكستروفرت هو فعلا بيتغذى على طاقه البني ادمين. يعني احنا بنحب نتعامل مع الناس علشان نشحن البطاريه بتاعتنا. فدلوقتي باك بقى للخناقات بتاعت الشغل اللي بتحصل ما بين ده. اول حاجه قلت الوعي. تاني حاجه لازم نبقى فاهمين ان في حاجات مزعجه بالنسبه لك في الشغل. فايه الحاجات التانية اللي ممكن نكون بنعملها كاكستروفيرتد بيبل، خصوصا ان انت حد بتشتغل كماركتير، ف you think about creative ideas، انت بتفكر في campaigns، انت بتفكر في حاجات، فانت اكيد حواليك كميه رهيبه من الناس الاكستروفيرتس. فايه الحاجات اللي بتتعبك قوي لما بنشتغل في الحاجات دي؟ طيب انا هقول لك على حاجه. المشكله زي ما انت قلت كده، الوعي مهم عشان الناس تفهم ايه مشاكل الناس دي. ده فلان ممكن يتكلم كتير، ده فلان مش محتاجين يتكلم كتير. مثلا في اوقات كتيره جدا بتبقى انت قاعده في ميتنجز او في حاجه زي كده، ويبقى مطلوب تبقى الناس عايزه الانبوت بتاعك. اوكي، او انت عشان ما بتتكلميش كتير اوكي فبيعتبروك مش مركزه معاهم. فهو لو عرفوا طبيعه شخصيتك هيعرفوا ان انت الطبيعه بتاعك ان انت ما بتتكلميش كتير. الطبيعه بتاعك ده مش معناه ان انت مش مركزه، او مش معناه ان انت مش مبسوطه من اللي هم بيقولوه. انا مبسوط بس انا مش قادر اتكلم كتير. اوكي، لازم حفصل شويه. يعني من احد الحاجات مثلا اللي هو باي ديزاين بتاخد وقت طويل، وباي ديزاين بيبقى فيه ناس كتير. البرين ستورمينج صح كده؟ طيب البرين ستورمينج هو معتمد على ان الناس تبقى قاعده مع بعض، والناس تتكلم وناخد وقت طويل جدا، ونقعد نقول في افكار ونرد على بعض. ده الجحيم بقى، يعني ده الحرف، ده الجحيم بقى. يعني ده انت كده يعني تعالى غزني بقى وخلاص. يعني ده الجحيم. فانت النقطه هتقعدي ساعات طويله. اوكي، انت يعني كأنك انت كل دقيقه بتعدي عارفه انت الساعه ما تعمل تك تك تك. تمام، تخيليها كراميل بقى، او يعني شو من واحد. ايموشنلي طبعا. فانت واحد قاعد، ناس كتير بتتكلم في نفس الوقت. دي كارثه. ومطلوب منك انك تتكلمي وتقولي افكار لا ويردوا عليها ويناقشوكي فيها. انت اصلا قلتيها بالعافيه. وده طبيعه الشغل، دي طبيعه الشغلانه، هم مش بيعملوها غلط. اوكي، هاويفر انتوا لو سبتوني في حالي يعني، وانتوا انا بسمعكم وكل حاجه وهعمل كل حاجه، ولو سبت يعني 5 هتلاقوني طلعت بحاجه يعني، وهقول يعني افكار كتيره جدا كنت طلعت بيها. انا قاعد فاهم، هم الناس بتتكلم وانا بقى الفكره في دماغي، هي بتطلع وتقوم طالعه ونقول. فايه، انا هم قايل الفكره، انتوا ناقشوا ورجعوا يعني. يعني ما تتوقعوش مني ليفل انفولفمنت يا جماعه اللي انتوا طالبينه. فهو هي باي ديفولت المفروض تبقى انفولف، ده برين ستورمينج. اوكي، وتتشالنج الكلام وكده. انت كانتروفيرت بقى يا عيني لا خلاص، هو بعد اول كام دقيقه انت بقيت مش قادر، انت لازم تفصل، لازم تروح وتيجي يعني. روح اعمل قهوه وتعالى. تمام. وانا اذكر ان في مره احد المديرين واحنا قاعدين برضو في ميتنج من الميتنج دي. تمام، بس ده كان على جانب يعني، على علم بالموضوع يعني، او شخص يعني عنده خبره يعني. فهو حرفيا قال لي روح اتمشى كده وتعالى. عشان ده حد عنده اويرنس، فاهم ان انا هو لو سابني اقوم كده الف لفه وارجع هياخد مني احلى شغل. ايوه هياخد مني شغل مختلف خالص. غير ما تقعدي اقعد بقى 8 سنين في نفس الميتنج ده لغايه ما يبان لك صاحب، واقول حاجات واتكلم. انا طبعا بضحك لان انا بعذب الناس يعني، فانا انا عشان كده بضحك يعني. بس يعني خليني كتير كمان. ما انا خليني بقى اقول لك بقى من وجهه نظري. احنا بنبقى عايزين نسمع صوتكم، احنا مش عارفين ايه اللي بيدور في مخكم، احنا بنبقى كأننا قاعدين مع حد شفاف مش موجود. فجأة بتطلعوا بأفكار، فمش بنعرف نكمل على الأفكار بقى. يعني جت فكرة عايزين نبيلد اون، نطورها. ففي جاب جامدة قوي يا سراج ما بين الناس الكرييتيفز الانتروفيرتس اللي بيطلعوا بأفكار يونيك، لأنه part of your processing ان انت بتاخد افكارك من جوه من العالم بتاعك الداخلي، while احنا بناخد افكارنا من العالم الخارجي.
فهنا في جاب رهيبه. how بقى can we adjust الجاب دي؟ يعني انت هتقولي يا شيماء يا اكسوفرت لو سمحتي ايه؟ سيبيني في حالي. ما هو لازم نشتغل، يا مش هينفع كده يا زبط، ما احنا عايزين هنا نحل مشاكل الشغل يا جماعه. ما عشان كده احنا بنلجأ للبيزنس سايكولوجي ونقول نعمل ايه. انا بالنسبه لي انا برضو من الحاجات اللي بتضايقني جدا ان ايه، بنبقى قاعدين مثلا قاعد مع حد وبنتكلم مع بعض، فانا بعد فتره خلاص من كتر تعب وكده خلاص وشي بقى ابتدى فيه امتعاض، ابتدى فيه هو بقى فاكر انا متضايق منه هو. ودي بتضايق الناس ان هو بيبقى فاكر ان انا متضايق منه هو، او ابتديت اكشر عشان هو مش فاهم ان انا والله انا فعلا ساعات كتير جدا ببقى قاعد في ميتنج مثلا واقعد اتخيل ايه، انا هقوم منفجر فجاه في وسط الميتنج يا عيني، او انا هقوم رامي قنبله او صاروخ ايدي ياخد والله العظيم. فاهمه؟ فانت وشك بيبقى عمال يعمل يعني اكسبريشنز ممكن تفهم اللي قدامي ان هو ان انا يعني بارت اوف برضه ان احنا يعني لما بلاقي ان احنا طب احنا عندنا عيب تمام، الكوميونيكيشن عندنا بعافيتين. تمام؟ انت عارفه القصه دي. فانا النقطه ان انا ممكن اقول لك على فكره وانت تتقبلي، انا ما اعرفش، انا بقوم قايل لك في دماغي وباخد ان الاجابه ان انت مش مقتنعه في دماغي فانت ما فهمتنيش، فانا مش هقول لك. يعني انت عملت كل حاجه في دماغك واتكلت على الله. انا بقى ذنبي ايه بقى؟ ورديت وخلاص وقفلت وكده. فانت بالتالي بقى ممكن اقل كلمه منك بعد ما انت غصتيني كده في الخناقه اللي كانت جوه، اقل كلمه منك تلاقيني رحت طالع فيك. اوكي مش كفايه ان انت كمان ضغطت عليا وسكتيني وكمان هتسالي يعني كل ده في دماغك. عملت الكالكوليشنز دي كلها في دماغك. انا بقى المفروض افهم ده ازاي؟ مش عارف. طب ما هو كده هو الحمد لله ان الكوميونيكيشن از ان سكيل ذات كان بي اكوايرد. فاحنا هنا عشان بس يعني يحصل شغل ما بين البني ادمين دول، ف you need to communicate مع الناس، انك تحاول تفهم، لان اللي قدامك مش كانه اطرش، فانت محتاج تفهمه. وapparently احنا محتاجين نديكوا سبيس ان احنا نسمع او نفهم، لان بالنسبه لنا ضرب مفيش حاجه اسمها طاقتي خلصت. يعني ايه طاقتي خلصت؟ مش بنفهم. طاقتي خلصت يعني عايزه انام، او انا تعبت من الشغل، مش تعبت من البني ادمين. فهو a simple communication من from your side على حبه understanding مننا. don't you think ان ده ممكن يظبط مشاكل في الشغل؟ بصي هي تحس ان هم مرتبطين ببعض جدا. انت انا لو حسيت ان انت هتفهميني هقول لك اوكي. هو اكيد طبعا حصل كتيره جدا ان انت اتكلمتي في حاجه زي كده ومحدش صدقك او محدش فهمك، فبالتالي خصوصا وانت صغيره طبعا في بدايه شغلك طبعا، فبالتالي خلاص محدش بيكلمك، ولقيتي كتير قوي حد بيهاجمك في الحاجات دي فبطلت تقولي. فهو ده اللي بيحصل لنا عاده في رايي الشخصي، ان انت عشان انت نسبه قليله من المجتمع فالمجتمع ما بيتقبلكيش اوكي، فانت لما بتيجي تقولي الحاجات دي ما بيصدقكيش او بيعنفك او بيضايق منك كده. فده بيحصل ان انت خلاص بتكبري انك انت ايه، لا انا مش هقول، انا هحاول استحمل، هحاول اكتم. مش يعني اكيد لو لقيت البيئه اللي انا اقول فيها، وده فعلا ابتدى يحصل مؤخرا، يعني ان لو لقيت مثلا ايه حد اقول له، يعني انا ما كنتش متخيل ان انا ممكن اقول لحد انا مش قادر، انا بخاف، انا مش عايز ارد على التليفون ولا حد فهمني. فاهم ازاي؟ يقول لي ولا انت مش قادر ترد. ما هو مساله مش قادر ترد دي الناس مش فاهمه. انت فاهم ازاي؟ بلاقي مثلا حد بيبعت لي مثلا على الواتساب، انا الواتساب لو عدى رقم ال 30 ثانيه بخاف ما افتحوش بقى واسيبه يومين ثلاثه لما استعد له. يعني فاهم ازاي؟ فبلاقي مثلا حد باعت لي معلش يعني بقى كاتب لي سطر مثلا الفويس نوت دي طويله عشان اقول لك على حاجه يبقى اسمعها. فبتلاقي ابتدى يبقى في ناس فاهمه طبيعه شخصيتك، فبالتالي تبقى انت اوبن معاهم انت تتكلمي. ايوه اوكي. فلو الناس، يعني انا بقول دي حاجه تيجي من اتنين، الناس تحاول تتفهم وتقول للناس انها حاسه بيك، وهو بالتالي مش هيبتدي يتكسف ان هو يتكلم ويقول يا جماعه انا تعبان من كذا. لان حطي نفسك مكاني، انا شخص جاي اقول لك انا اتكلمت النهارده في التليفون كتير قوي، انا عايز اريح شويه من الشغل او اخش اوضه كده اقفل على نفسي وارجع تاني. هتقولي ده مجنون، ده بيتدلع طبعا. اول حاجه يا بيتدلع يا مجنون، فعايزه ترفديه. لا هقول عليه بيتدلع حاجه كده يعني. او مثلا قعدنا في ميتنج طويل شويه، اتكلمنا حبه كتير شويه، طب يا شباب انا هقوم الف في المكتب واجي، هتقولي ايه انت بتقولي يا ابني انت ملبوس ولا ايه؟ يعني فاهمه؟ ايوه. ف
لما خلاص الناس هتبتدي تفهم كده انت هتستريحي، فهتبتدي تقولي هتلاقي نفسك في وسط الميتنج. طب يا جماعه دلوقتي انا ماليش دور قوي في الخمس دقايق دول، انا هقوم الف واجي، او انا هقوم اعمل حاجه واجي، او معلش انا هسكت شويه تكملوا كلام، انا هسكت شويه وبعد كده هرجع تاني اتكلم معاكم. فانت ممكن لو قلتوا حاجه هنا ما يبقاش ملم بيها. انت فاهمه ازاي؟ لانك انت كنت بتعملي ده وانت ساكته، يعني فجاه انت بتطفي هم شايفينك قاعده كده وانت اصلا طافيه، مفيش حاجه بتوصل جوه. فلو اتسالتي في الحبه اللي فاتوا دول هتلاقي مفيش اجابه، فيقول لك بقى ده انت مستهتر بالميتنج او مش عايز او مش مركز. ولو ان الاحسن نقول لك ايه، ماشي انا في دقيقتين مش هبقى فاهم انتوا بتقولوا ايه. اوكي هفصل وارجع تاني، انا قاعد بس انا هفصل وارجع تاني. لو لقيت اللي قدامي فاهم حاجه زي كده هبتدي انا اقول. لكن انا واحد كل ما بقول حاجه زي كده بلاقي اجابات صعبه جدا، فبالتالي مش هتقول. في حاجه انت قلتها في النص انترستنج قوي، انه وبين السطور في كلامك انه احنا من الناس القليله عشان احنا الناس مش بتفهمنا، علشان احنا طبعا انا بصراحه اتس انترستنج لان انا ما بصيتش على احصائيات الانتروفيرتد الناس اللي بيبريفير تو اوبريت من الانتروفيرتد بيرسوناليتي تايب بتاعتهم فعلا اقل ولا لا. بس هو من كلامك واضح ان دي حاجه ذات وي شود سبريس، يعني كل كلامك معناه correct me if I'm wrong انه لو انا ما حدش هيجادج مي انا هبقى كويس وهقول لكم. فهو واضح انه اجان للي احنا قلناه، هو مفيش مساحه ومفيش وعي ان انت تقدر تقول كده، صح؟ مفيش مساحه ومفيش وعي. انا خدي بالك من نقطه، انت ابتديت افهم ان انا مش لوحدي. ايوه اوكي. مع دخول السوشيال ميديا. ليه بقى؟ حلوه قوي. لقيت ان في ناس بتحط ميمز، اللي هو في مثلا ميم مشهور قوي مثلا اللي هو ايه، بتصل بواحد ويا رب ما يردش. ايوه ده حل. ده انا ايوه انا بس ده مع السن برضه لازم اتصل بحد وببقى نفسي ما يردش، يا رب ما يرد، يا رب، بس انا لازم ابقى عملت التليفون ده وابقى عملت التليفون ده وبس يا رب ما يردش. اوكي. فلقيت ناس ايه ده فعلا الكلام ده. فحد مثلا يقول لك ايه، انا النهارده اتكلمت مع ناس كتير قوي انا هخش انام يومين. فابتديتي من السوشيال ميديا تعرفي ان في ناس زيك كتير. اوكي. انا في حد عندي على الفيسبوك، اوكي، احنا فضلنا زمايل في الشغل في نفس الدور سنين. انا ما عرفتش انه عامل زيي غير من السوشيال ميديا بعد ما استقلت من الشركه دي ب 10 سنين. لقيت طلع يحط البوستات دي. فابتديت اكلمه وبقول له هو انت بتحس بكذا؟ يقول لي هو انت بتحس بكذا؟ يا طب احنا ما نعرفش حاجه عن الموضوع، احنا عرفنا بالصدفه من السوشيال ميديا. اوكي. فاكس السوشيال ميديا مش كل حاجه في السوشيال ميديا وحشه. يس السوشيال ميديا احنا عرفنا ان احنا مش لوحدي، احنا كتير قوي. ما طلعناش ما طلعناش. ما هي دي الفكره بقى، انه طبعا يعني الاول عايزين بس ان عشان الناس ما تتلخبطش، هو في فرق ما بين ان انا ابقى ايموشنلي اكزوستد، ايوه، وفي فرق ان انا اكون طاقتي العاديه بتاعت كل يوم على قد بطاريه الايه الشخص الانتروفيرتد. يعني الشخص الايموشنلي اكزوستد بيحس بنفس الاحاسيس ده حتى لو هو اكستروفيرتد، لانه بقى في اجتماعيات كتير، بقى في تليفون بقى على طول، احنا وايرد بالتليفون. زمان كان تليفون البيت انت وانس انك شلت الفيشه انت اتعزلت عن العالم خلاص، لكن دلوقتي هو انت مش هينفع تنعزل عن حد. يعني عشان بس نبقى ايه، دي حاله بتقعد فتره طويله الايموشنال اكزوشن. انا بقالي كتير قوي مش عارفه اتعامل مع الجمهور، ولكن الانتروفيرتد بيبل هم بطاريتها ليها رينج كل يوم. ممكن تديني تاسكات، حته مهمه جدا، اديني تاسكات ما فيهاش ناس. لسه كنت هقول لك بقى، انت الطاقه عندك في ايه؟ حدث ولا حرج. اقعد بقى 7 8 9 ساعات اللي هي الحاله اللي بنسميها الفلو. امتى بقى بتحصل؟ اقفل عليا حاجه وسيبني يعني، وسيبك. اديني تاسك مثلا ان انا اعمل حاجه، اقعد مثلا على الاكسل، اقعد على الباور، يعني ابقى شغال يعني احنا ننفع قوي في الحاجات اللي هي زي ايه، مهندسين الصوت، ديزاينرز، بتاع الحاجه اللي هو ايه، انت بتعمل على الكمبيوتر مالكش دعوه بحد. اوكي. انت فاهم قصدي ايه؟ ما حدش هيجي يتكلم معاك، ما حدش هيقعد جنبك، ما حدش هيقول لك حاجات، ما حدش هيديك كلام، يعني الكلام ده كله. يعني انا بيبقى عندي ديزاينر عارف انه انتروفيرت، ما بقعدش يعني بقول له الكلمتين او ببعتهم له وهو تمام قوي، طالما هو ما شافنيش وما قابلنيش، قرا الكلمتين على ميل، قرا الكلمتين في مسج، وهيروح هو يشتغلهم ويقول لي، هو لو عايزني هيقول لي.
بس هي النقطه انت لقيتني مثلا تعبت يعني النهارده عملت ميتنجين خلاص، اديني بقيه اليوم شغل ما تعملش فيه مع بني ادمين. فهنا هقدر اعرف الشخص اللي قدامي ده بيتدلع ولا لا، عشان برضو عارف اللي هو هياخده من الشو حته من اللي انا بقولها ويقول لك شوف ما تشغلناش كتير. فاحنا برضو عايزين نفصل ما بين ما بالظبط، عايزين نفصل ما بين انا ما بشتغلش كتير وما بقدرش اشتغل مع ناس في كوميونيكيشن وانفايرمنت فيها دوشه وبني ادمين كتير. طب انا اقول لك على حاجه بقى بمناسبه الموضوع ده. انا اوقات كتير جدا في بدايه ما كنت يعني لسه شباب يعني في العشرينات واوائل الثلاثينات وكده، انا كنت بطبق في الشغل عشان انا مش عارف اشتغل وقت الشغل. مش قادر اركز، مش عارف اركز في ناس كتيره حواليا، بالذات الاوفيس سبيسز اللي هي بتبقى مفتوحه دي. فانت قاعده بقى في سويقه. فدايما كنت ببتدي بعد ما الشغل بيخلص. اوكي، فكنت بضطر اقعد اشتغل بالليل بقى بعد ما الناس تروح، لان هو ده الوقت اللي انا قادر فيه اقعد اشتغل عشان مفيش ناس حواليا. واحنا بقى طبعا الصبح بقى الاكستروفيرت يموتوا في الشغل الصبح. بقى الصبح طبعا عايزين بقى يضحكوا ويهزروا مع بعض ويشربوا قهوه وبتاع. طب انا خلاص انا قعدت معاك الصبح واتكلمنا مع بعض وسلمت عليا وشربنا مع بعض القهوه، انا مش عارف اشتغل بقيت انا كده خلاص، انا كده خلصت طاقتي خلصت. انت تبقى خدمتني قوي لو لقيتني النهارده مثلا عملت اول يوم بدا معايا بميتنجز خلاص، افهم ان انا بقيت اليوم مش بقول لك روحني بس اديني شغل ما فيهوش ناس كتير. ما بقاش لسه خارج من ميتنجز بتقولي بقى ايه كمل انت بقى ميتنجز مع بقيه ناس تانية صح واعمل 500 تليفون وروح لا اوكي يعني اديني قسم التاسكات على اساس الناس قليله لوحدك كتير. اوكي هي الحاجه اللي بتحصل دلوقتي اوتوماتيك وانا مثلا I'm hiring a team or مثلا working with a team، انا فعلا بدور في some specific roles ببقى عايزه حد introverted عشان عارفه انه هيبقى مبسوط في الشغلانه دي، وهنا ببقى عايزه حد extroverted عشان انا عارفه انه هيبقى مبسوط وهو بيشتغل مع البني ادمين. فاحنا خلينا نمسك كده العصايه من النص ونقول if you agree with me احنا هنقعد وهن brainstorm وهنسوشيالايز معاكم بس الفتره قليله. I think we need to be a bit tactical في الطريقه اللي بنعملها. exactly. if we agree on tactics، انت مثلا تشتغل على كامبين هسيب لك وقت تفكر بقى في الطريقه اللي انت عايزها تاكسبلور، بس خلينا متفقين ان انا محتاجاك لما ترجع لي بفيدباك انا عايزاك ببطاريه ready to talk about الحاجات اللي انت فكرت فيها، لان هيبقى فيها changes كتير. احنا كاكستروفيرتس بنغير واحنا قاعدين خد ده، لا انتوا الموضوع هيبقى فيه changes كتير. ف if we are a bit tactical I think هنا هقدر احط الشخص الصح في المكان الصح and everyone will be happy. الحته دي مهمه قوي لان احنا برضه ما كانش عندنا الوعي ده واحنا صغيرين، فمش عارف ايه طبيعه الشغل اللي انا المفروض اشتغل. الحته دي مهمه قوي طبعا ان انا النهارده لو انا عارف من الاول ان دي حالتي اوكي كنت من الاول هختار كارير ما يبقاش فيه تعامل مع الناس. مش بيزد على التعامل، مش سيلز يعني. مش سيلز مثلا يعني انا مثلا انا متخيل نفسي لو سيلز اول عميل اتنين هيبقوا مبسوطين جدا لان انا اجتماعي طبعا خلاص، من اول عميل التالت هبتدي يعني هنغلط في بعض بقى وممكن امسكه اضربه وانت هيجي لك بيرن اوت بعدها. هيجي لي بيرن اوت طبعا بسهوله. اوكي فانا يعني هبقى نفسي ان احنا نبقى عندنا الوعي اللي هو ايه الشخص ده اللي هو شخصيته كذا 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 وفي كذا دي احسن شغلات ليه كذا. اوكي لان حرام ان احنا نظلم ناس. ممكن شخص هيبقى شخصيته كانت هتخليه يبقى نجم في منطقه معينه بس انا شغاله في حته هتموته. صح يعني انا ابني مثلا هو يحب قوي التعامل مع الناس. يعني تشغليه في حاجات فيها كلام مع الناس وبتاع تلاقيه مبسوط جدا. ابقى انا مستغرب انت يا ابني يقول لك مبسوط جدا تمام وفي التعامل مع الناس، رغم ان انا كنت فاكر مثلا ان هو ما بيحبش يشتغل. لا خليه في وسط ناس وضحك وهزار وبتاع كده. انت فاهم ازاي؟ فده ما ينفعش قاعدين في مكتب تقولوا ايه اقعد على الكمبيوتر لان لما جربتها معاه كان هيموت مني. تبقى بتقتل الطاقه بتاعته. فعلا كان هيموت مني بقى يقول لي لا مش قادر اتعامل. انا مش فاهم ازاي. انا بقى العكس تماما. انا قاعد قدام الكمبيوتر 24 ساعه مش هتكلم.
هتقعدني في وسط ناس هم قدامك ساعتين وتلاقيني خلصت منك. انت فاهم ازاي؟ فلو من انا مثلا من دلوقتي عشان بوجود الوعي ده من دلوقتي انا عارف ان انا ابني هوجهه هبقى مفهمه يا ابني انت ما ينفعش تشتغل على شغلانه فيها كمبيوتر وقاعده مقفوله معانا. هو عارف دلوقتي انه طبعا الجيل ده احسن مننا شويه بان هو عنده اديوكيشن شويه عن الحاجات دي عندنا، فهو عارف من الاول ان هو مش هيشتغل قدام كمبيوتر. هو دايما بيقول لي يا بابي انا مش عايز اشتغل، مش عايز كمبيوتر، مش عايز الكلام ده كله. انت فاهم قصدي ايه؟ فهي النقطه هنا ان لازم يكون في يا جماعه الاويرنس بتاع الشخص ده، او دي حاجه للاتش ار بالذات يا ريت يبقى لو حد جاي لي متقدم لي في شغلانه انا شايف ان هو مثلا انترفيو متقدم لي في شغلانه سيلز، انبه المدير بتاعه صح. الراجل ده انترفيو هيبقى حلو في كذا اوكي، هيبقى حلو في السيلز اوبريشن، ما بيتعاملش مع الناس بس بياخد الحاجه يخلصها بعديك الباك اوفيس. لكن لو خليته ينزل يلف مع الناس هيبقى فيها مشكله. فابقى انا كاتش ار لازم ابقى فاهم السايكولوجي بتاعت الناس عشان اقدر صح. اوجه مين يتحط فين، واما حد يطلع لي بمشكله ان هو بيرند اوت واقول بدل ما اقول عليه ده بيتدلع او كده اتاكد ان هو بيتدلع ولا هو شخصيته مش نافعه الحته دي. صح فاهم قصدي؟ صح. بس ده رايي يعني. طيب في الاخر فاحنا دلوقتي متفقين انه كالعاده يا جماعه الخناقه الكلاسيكيه ما بين اشخاص طبيعيين جدا مختلفين جدا، ولكن الضغوط الاجتماعيه والديماندز بتاعت الشغل وعدم فهمنا لاختلافات بعض بتحطنا في ستريس وبتحطنا في بيئه توكسيك فيها a lot of labels, a lot of accusing and pointing fingers. والسهوله في الاخر لو احنا عرفنا انه ده شخص بيفكر بالطريقه دي ودي شخص بتفكر بالطريقه دي، ففي الاخر احنا هنا بارت من شغلنا كبزنس سايكولوجيست ان احنا بنبقى عايزين نوضح الحاجات دي علشان يبقى بيئه العمل مع السرعه الرهيبه اللي احنا فيها دي تكون healthy as much as possible. فثانك يو يا محمد سو ماتش، ومعلش طولت عليك في بس دي في الحته اللي هي بتاعت الاجتماعيه. انا خلاص ما خلصناهاش، خلصت معاك كده خلاص. بقيت اليوم ده مش لا حد يكلمني ولا اكلم حد ولا انا خلاص هنتخاصم. هنخلص ونتخاصم. خدت الحبه بتوعك دلوقتي خلاص. ثانك يو سو ماتش. ميرسي قوي. مع السلامه. مع السلامه. سلام.